تخيل إن ابنك يموت وتدفنه، وبعد شهر تلاقيه داخل عليك البيت. حادثة ولا في الخيال، وما بتحصلش غير في أفلام الرعب. النهاردة أنا جايب لكم على حادثة حصلت فعلا في المنوفية. شاب اسمه محمد عادل، وتحديدا في مركز أشمون منوفية، اتوفى وأهله دفنوه وأخدوا عزاء. وبعد شهر من دفنه أهله اتفاجئوا إنه داخل عليهم. علشان نفهم الموضوع تعالوا نرجع للحكاية من الأول. الحكاية بدأت من 3 شهور، لما الحاج علي مراد بيبقى عم الشاب محمد عادل كان نازل من بيته الصبح علشان يروح شغله. وهو نازل لقى جدة محمد عمالة بتعيط. خير، ايه اللي حصل؟ الحق ابن اخوك محمد مختفي بقاله 3 ايام ومجاش البيت. الحاج علي قال لها ازاي يعني؟ طب هو ما قالش رايح فين؟ قالت له معرفش، هو جه من 3 ايام وخد شنطة هدومه وقال انه هينزل يدور على شغل، ومن ساعتها مرجعش. طب يا حاجة ما قالش الشغل ده فين؟ لا والله معرفش، وامه عمالة تعيط وتدور عليه، واخوك انت عارف انه شغال في الجبل. الحاج علي بدأ يدور عليه، وكل ما كان يسأل عليه حد، في اللي كان يقول له احنا شفناه عند الكوبري، واللي يقول له احنا شفناه في محطة القطر بتاعت أشمون، واللي يقول له ان احنا شفناه وكان بيمسح عربيات في القناطر، واللي. وهنا الحاج علي فضل يسأل وبرضه مش لاقي محمد. آخر ما زهق قام منزل صورته على الفيس وطلب ان اللي يشوفه يبلغه. وفعلا بعد يومين حد اتصل عليه من منطقة قريبة من القرية اللي هم عايشين فيها. أنا شفت محمد ابن أخوك وكان موجود مع ناس في الجيزة، وكان عمال بيقول أنا عايز أروح. الحاج قال له طب ما تبعت لي الصورة بتاعته. فعلا شافها وتأكد إن هو ابن أخوه، بس للأسف محمد خاف وجري وركب القطر أول ما شاف الناس بتصوره وملمومة حواليه. وتاني يوم على طول نفس الشخص ده اتصل على الحاج علي، قال له ابنك منشور له بوست على النت انه موجود في مستشفى مباركة اللي موجودة في القناطر. هو اتصاب في حادثة قطر وموجود في العناية المركزة وحالته خطيرة. راح الحاج علي لأمه وقال لها، وطبعا الدنيا بقى اتقلبت عياط وصريخ. وبعدها أخد أم محمد ومراته وولاده وإخواته وراحوا على المستشفى. أول ما وصلوا شافوا الحالة، وفعلا هو محمد إصابته كانت خطيرة، وكان بقاله 5 أيام في المستشفى. الكل شافه واتأكد إن هو محمد. الحاج علي كان بيقول أنا شفته وأمه شافته وأخته وأمي وكل عمامه، واتأكدنا إن هو محمد ابننا. وبرضه محمد كان عنده جرح بين عينيه، والجرح موجود وشفناه. على العموم إحنا اتأكدنا إنه محمد وتعاملنا معاه على الأساس ده. فضلنا نراعيه ل5 أيام، كنا بنشوف الدكاترة ونعمل التحاليل ونجيب له العلاج، لحد ما توفى يوم الجمعة 14/10. أخدنا الواد معانا للمنوفية وعملنا له تصريح دفن في قسم أوسيم، وعملنا له تصريح دفن والدفن، وعملنا له عزا 3 أيام. وخلاص الواد مات والكل كان زعلان، وأمه كانت مقهورة على ابنها. لحد ما جينا أول امبارح وبعد شهر من موت محمد ابن أخويا ودفنته، اتفاجئت بأخويا الصغير جاي بيجري عليا، عم محمد جاي ورايا، عم رجع. لما أنا سمعت الواد بيقول كده افتكرته بيتريق. يا ابن الله يهديك، الله يهديك، بطل هبل بس وشوف انت رايح فين. لقيته سابني ودخل جوه وفضل يقول بصوت عالي عم جه، عم محمد رجع. البيت كله طلع وقعد يقولوا للواد يا ابني ما ينفعش، ما تفضحناش قدام الناس هيقولوا علينا ايه، اتجننا؟ محمد ايه اللي رجع؟ خلاص يا عم محمد مات. والواد يحلف ان محمد جاي وراه، علشان فجأة نلاقي عربية داخلة ناحيتنا وبتقف، ولقيت 6 شباب نازلين ومعاهم محمد ابن اخويا، وكان ماسك في ايده كيس اسود. انا حرفيا اعصابي ثابت،
وافتكرت الشنطة السوداء دي فيها الكفن بتاعه، وكنت هجري. أنا كنت فاكره عفريت. الدنيا اتقلبت في البلد، الجيران اتلمت والأهالي اتلمت، وبدأوا يقولوا محمد طلع من التربة، محمد طلع من التربة، محمد رجع من الموت. ده حتى محمد ابن أخويا نفسه اتفزع من لمة الناس حواليه، وكان هيجري مننا. بعد ما استوعبت الموقف بدأت أسأله: هو أنت كنت فين؟ قال: أنا كنت شغال في المكان ده. واداني ورقة مكتوب فيها اسم واحد ورقم تليفونه، وفعلا كلمته، واللي أكد لنا إن ابن أخويا كان شغال عنده بقاله شهر، بس طلب إن هو يرجع البلد بتاعته. كنا في حالة صدمة، مش فاهمين إيه اللي بيحصل، ومين اللي دفناه ده، مين اللي فضلنا معاه في المستشفى 5 أيام ونراعي فيه ونجيب له علاج. الشخص اللي كان موجود في المستشفى ده كان نسخة من محمد ابن أخويا. سبحان الله، أكيد الراجل اللي مات ده كان علاقته كويسة بربنا، علشان يسخرنا نقف جنبه قبل ما يموت وندفنه بعد ما مات. ودي كانت حكاية الشاب محمد عادل اللي رجع لأهله بعد شهر من دفنه. السؤال هنا هو: مين اللي دفنوه؟ مين اللي فضلوا يرعوه في المستشفى 5 أيام؟